إيه تكلفة المعيشة هنا في دبي، سواء أنا جاي السياحة هادوّر على شغل أو أنا أصلًا طالع على شغل وهاعيش هناك. معاكم محمد خالد والشغوفتية. إيه الأخبار عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام. معاكم محمد خالد والشغوفتية. موضوعنا النهارده إن شاء الله هنتكلم فيه على إيه هي تكلفة المعيشة. هنقول مثلًا خلال الشهر إن شاء الله يكون حساباتنا خلال الشهر. هنقول بقى سواء أنت مثلًا جاي سياحة تدوّر على شغل، أو سواء إن أنت خلاص طالع إن شاء الله على شغل وجاي لك offer شغل هنا في دبي، وطالع لإنك خلاص هتعيش أو هتقعد فترة هتستقر فيها في دبي. بالنسبة يا جماعة للتكلفة اللي إحنا بنحسبها خلال الشهر، فهي يعتبر بتكون واقفة على كذا حاجة. أول حاجة يا جماعة هي فكرة السكن. السكن بتاعي هتكون تكلفته قد إيه. تاني حاجة هي فكرة المعيشة كأكل وشرب. تالت حاجة وهي المواصلات. ورابع حاجة هي فكرة المصاريف الشخصية. هنبدأ إن إحنا نتكلم على نقطة نقطة ونبدأ نشوف المتوسط بتاعها هيكون التكلفة بتاعته كام. يعني المتوسط دي يعني اللي إحنا بنتكلم فيه إن هي ما تكونش حاجة أقل حاجة خالص، بحيث تبقى أنت جاي حاسس إن أنت مش عارف تعيش، ولا هنتكلم إن هي تبقى أعلى حاجة بحيث إن أنت تبقى حاسس إن أنت عايش في أعلى مستويات الرفاهية. لأ، هنتكلم في المتوسط. بالنسبة يا جماعة لنقطة الطيران، فإحنا مش هنتكلم عليها لأن الطيران دي بتكون مختلفة على كذا حاجة. أول حاجة طبعًا هي مختلفة سواء أنت مثلًا طالع سياحة أو سواء أنت طالع على شغل. فلو أنت مثلًا طالع سياحة فأنت بتدفعها من نفسك. لو أنت طالع على شغل فأنت مثلًا بتبقى ممكن تكون الشركة هي اللي شايلة حق الطيران. وفي نفس الوقت برضه لو أنت طالع سياحة وأنت اللي هتدفع حق التذكرة، فالتذكرة بتختلف من وقت لوقت. بتختلف على حسب أنت أصلًا دافع حق التذكرة دي إمتى. وفي نفس الوقت أصلًا كمان الوقت ده أصلًا، هل الوقت ده مناسبة؟ هل الوقت ده وقت رأس السنة؟ هل الوقت ده وقت عيد؟ الحاجات دي يا جماعة بتفرق جدًا في تمن التذكرة. فعشان كده فكرة الطيران إحنا يعتبر مش هنتكلم عليها. إحنا يعتبر هندخل على طول في النقطة اللي إحنا اتكلمنا عليها، واللي كانت أول نقطة فيها السكن. فكرة السكن يا جماعة اللي إحنا هنتكلم عليها إن أنت لو جاي لوحدك أو جاية لوحدك ويعتبر جاي محتاج مثلًا سرير يكون في أوضة. فالسرير هنا يا جماعة إن إحنا لو هنتكلم سرير في دبي، فأقل سرير هنتكلم إن تمنه بيبدأ من حوالي 600 درهم. 600 درهم دي يعني إيه؟ وإيه السرير ده أصلًا؟ فكرة هنا يا جماعة السرير اللي أنت بتاخد سرير share في أوضة. يعني أوضة مثلًا بيكون فيها وليكن 6 سراير، 7 سراير، أنت بتاخد سرير. والفكرة هنا يا جماعة إن السرير ده ممكن ما يكونش السرير بس كامل لوحدك، لأ، ممكن يكون سرير دورين. فأنت يا إما بتاخد الدور اللي تحت، يا إما بتاخد الدور اللي فوق. فدي يا جماعة فكرة السرير اللي إحنا بنتكلم عليها. سرير اللي هو يا إما بيكون دورين، يا إما أنت دور تحت، يا إما دور فوق. ده يعتبر بيبدأ من 600، بيكون في أوضة share. طب تعالَ مثلًا نقول إن أنا عايز سرير يكون أنضف شوية، عايز مثلًا سرير يكون لوحدي. فهنتكلم إن السرير ده مثلًا ممكن يوصل معاك ل1200. يعني السراير هنا بتبدأ معاك من 600، بتوصل معاك ل1200. تمام؟ ده كحاجة متوسطة، بنتكلم في حاجات متوسطة. طب هييجي يا عم حد يقول لي أنا يا عم مش عايز أوضة share، أنا عايز أوضة تكون لوحدي. أقول لك طب تمام، تعالَ نقول الأوضة اللي لوحدك دي هنقسمها لنوعين. في أوضة لوحدك يعتبر هتكون صغيرة، حاجة اسمها partition. الpartition ده يعتبر هنقول حاجة مترين في متر، يعني يعتبر حاجة كده نُص أوضة مثلًا. وفي نفس الوقت الoption التاني فكرة إن أوضة فعلًا في أوضة كاملة ليك. فكرة يا جماعة لو هنيجي نتكلم في partition، فالpartition مثلًا أقل حاجة هنتكلم في range من 1200 ل1500، 1600. ده يعتبر partition زي ما قلنا بيكون حاجة كده في مثلًا في مترين، مترين في متر. تمام؟ ده يعتبر فكرة الpartition. فكرة بقى الأوضة بيكون بقى تبدأ بقى تعلى أكتر من كده. لو عايز أوضة لنفسك نبدأ بقى نتكلم في range من 1500، 1600، ممكن يوصل معاك مثلًا ل2000، 2200، 2500. فدي يا جماعة فكرة الأسعار. يبقى الأسعار بتاعتنا بتبدأ لو أنت عايز سرير عادي يكون سرير مثلًا لو هو دورين هتاخد أنت الدور تحت أو الدور اللي فوق، ده بيبدأ من 600. بيوصل معاك بعد كده إنك ممكن تاخد سرير لوحدك ب1200 في أوضة share. لو هنيجي نتكلم في إن أنت لو هتاخد partition، فالpartition زي ما قلنا الpartition بيبدأ من 1200. لو هنيجي نتكلم عايز بقى أوضة لوحدك، لأ، الأوضة بقى لوحدك دي بقى إيه، هتعدي زي ما قلنا 1500، 1600. تمام؟ فده بالنسبة لحوار السكن. هييجي حد يقول لي كده طب هو ليه السكن أصلًا غالي أوي كده؟ إحنا ليه بنتكلم في 600 وبنتكلم في 1200 و2000 و3، وكل دي حاجات أنا هاخدها لوحدي فرد واحد بس. الفكرة هنا يا جماعة اللي أنا باكلمك إن دبي هي يعتبر منطقة سياحية، وتعتبر من أكتر المدن ومن أكتر الأماكن السياحية في العالم. فعشان كده الأسعار بتاعتها تعتبر غالية شوية وعالية شوية. فهي دي الفكرة اللي مغلية الأسعار. يمكن لو بنتكلم على مناطق تانية زي عجمان أو الشارقة هاقول لك الأسعار أرخص، بس إحنا للأسف في الفيديو ده إحنا بنتكلم على فكرة دبي. دبي بس. أنت لو جيت هنا دبي سواء تدوّر على شغل أو جاي هنا على شغل أصلًا، فيعتبر فكرة التكلفة بتاعتك هتكون عاملة إزاي. فالسكن هنا غالي عشان فعلًا دبي منطقة سياحية. النقطة التانية برضه اللي إحنا بنتكلم فيها، إحنا المناطق اللي بنتكلم فيها في حوار السكن هي مناطق برضه تعتبر مش هنقول أقل المناطق في دبي، بس مناطق مش تعتبر سياحية أوي في دبي. يعني المناطق اللي إحنا بنتكلم فيها مثلًا ممكن تدوّر في أماكن زي مثلًا البرشا، زي الديرة.
الأماكن دي لو دوّرت فيها هتلاقي فعلًا فيها سكن بالأسعار دي. بس في أماكن تانية بتكون غالية زي مثلًا دبي مارينا، زي business bay، زي مثلًا JLT، GBR، دي مناطق سياحية جدًا وهتلاقي أسعار السكن فيها هيكون أغلى من كده بكتير. فخلّي بالك من النقطة دي وأنت بتدوّر. تاني نقطة معانا وهي فكرة المعيشة، فكرة الأكل والشرب. الأكل والشرب هنا يا جماعة هاقول لك إن الأسعار بتاعته يعتبر عادية جدًا نفس أسعار الخليج، ما فيش فرق ما بين مثلًا حاجة أغلى، حاجة أرخص، الكلام ده لأ، الأسعار هنا هي نفس أسعار الخليج، ما فيش أي حاجة أعلى أو حاجة أقل. الفكرة هنا يا جماعة إن إحنا لو هنيجي نتكلم مثلًا في خلال الشهر، فأنت مثلًا ممكن لو هنتكلم في المتوسط، ممكن نتكلم في رينج 400، 500، ممكن بقى يبدأ يعلى معاك لغاية مثلًا 800 أو 1000. الفكرة هنا يا جماعة الأكل والشرب بناءً على إيه؟ بناءً على كذا حاجة. هل أنت اللي هتطبخ وتعمل الأكل والشرب بنفسك والّا هتجيب الأكل من برّه سواء بقى من مطعم، ديليفري، طلبات، كل الكلام ده. فالفكرة هنا اللي إحنا بنتكلم فيها 400 أو 500 ده لو أنت كل يوم قعدت تطبخ بنفسك، أنت اللي بتعمل أكلك وشربك، بتجيب حاجات كلها في يعتبر بسيطة، ما بتجيبش حاجات غالية، ما بتجيبش حاجات بتكلفك كتير، أكل وشرب كتير، لأ أنت يعتبر عايش حياة متوسطة. ويمكن المبلغ ده هيكون مناسب ليك لو أنت جاي سياحة وبتدوّر على شغل، حاول إنك تقتصد على قد ما تقدر. فاللي إحنا بنتكلم فيه إن الرينج هيبدأ معاك 400، 500 في الشهر. يعني ممكن نتكلم في الأسبوع مثلًا هيكلفك في رينج مثلًا 100، 150، في الرينج ده. يعني قُل مثلًا 150، 300، 600، يعني ممكن مثلًا نقول في رينج 100 ل150 إن شاء الله يعني في الأسبوع. ده يعتبر لو أنت عايز تقتصد شوية. لو أنت بقى عايز تعلى شوية أوكي، عايز مثلًا في يوم تشرب عصير، عايز مثلًا تدخل مثلًا تطلب حاجة دليفري، الكلام ده كله مطعم قريب منك، فزي ما قُلت لك التكلفة هتزيد شوية، ممكن توصل معاك ل800، توصل معاك ل1000. فده يعتبر رينج التكلفة بتاعتنا، من 400 يبدأ يعلى معاك بعد كده. تالت حاجة وهي فكرة المواصلات. المواصلات هنا يا جماعة يعتبر ليها نوعين. في نوع اللي هو يعتبر لو أنت هتعتمد على مثلًا المترو والباص، فدي يعتبر نوعية، والنوعية التانية لو أنت بقى عايز تعتمد على تكاسي والحوارات دي. الفكرة هنا طبعًا لو إحنا بنتكلم إنك جاي سياحة وعايز تقتصد وعايز تعيش كده حاجة متوسطة، اعتمد طبعًا على المترو والباص. المترو والباص دول هتعتمد عليهم عن طريق نول كارد. نول كارد ده يا جماعة يعتبر كارت أول ما توصل المطار ممكن إنك تطلّع عادي الكارت ده، بيبدأ مثلًا يدّي لك الكارت بيكون تقريبًا بحوالي 25 درهم، بيكون عليه أصلًا كمان فلوس تقدر إنك تستخدمه في الرحلات بتاعتك. النول كارد ده تقدر تستخدمه في حاجات كتيرة جدًا، تقدر تستخدمه في الباص، تقدر تستخدمه في الترام، تقدر تستخدمه في المترو، تقدر تستخدمه مثلًا لو أنت هتركب مركب، كل الحاجات دي كلها الخاصة بالRTA. فالفكرة هنا إنك بالكارت بتاع نول تقدر تستخدم بيه أي حاجة خاصة بالنقل العام الخاص بدبي. النقطة بقى التانية اللي إحنا بنتكلم فيها وطبعًا نحاول نبعد عنها هي فكرة التاكسي، لأن التاكسي هنا يا جماعة غالي جدًا. ممكن مشوار بسيط يعتبر حاجة كده ربع ساعة، نُص ساعة بالكتير، ياخد منك مثلًا في رينج 70، 80 درهم، ويمكن كمان يوصل مثلًا ل100 درهم لو الطريق واقف شوية أو خد وقت شوية أطول. فحاول على قد ما تقدر ابعد عن التاكسي. المواصلات هنا سواء بقى الباص، سواء المترو، سواء الترام، دول بيوصّلوك لمعظم الأماكن هنا في دبي. فأنت كده أصلًا مش هتحتاج إنك تاخد تاكسي. في معظم الأحوال أنت كده أصلًا هيكون معاك النور كارد والتكلفة بتاعته بسيطة. وزي ما قُلت لكم يعتبر كمان التيكت أصلًا بتاعة المواصلات مش غالية، يعني المحطات مثلًا بتبدأ من 3 درهم. لو أنت خدت خط المترو كله من أول بقى بدايته لغاية الآخر خالص عند إكسبو مثلًا، هتلاقي مثلًا خَد منك 7 درهم، يعني 7 درهم، تخيلوا كل ده 7 درهم. فأنت لو خدت خط المترو كله اللي هو رايح جاي كل يوم لمدة 30 يوم، فأنت بتتكلم في رينج من 300 ل500 درهم. 300 ل500 درهم أنت تعتبر بتلف دبي كلها، ده لو أنت هتعمل ده كل يوم رايح جاي. فيعتبر كده بنتكلم في نول كارد لأ ممكن يبقى أقل من كده كمان. يعني ممكن مثلًا نتكلم في المتوسط لو أنت مش هتلف كتير بيه، هنتكلم مثلًا في المتوسط 150، 200، ما أعتقدش هتوصل كمان ل300. فده يعتبر الجزئية الخاصة بالمواصلات. نول كارد هيكفي معاك ويعتبر هيعمل معاك أحلى واجب هنا في دبي. فدي يعتبر الجزئية الخاصة بالمواصلات. رابع نقطة وهي المصاريف الشخصية. ييجي حد يقول لي: "يا عم أنا مش محتاج مصاريف شخصية، مصاريف شخصية إيه اللي هاحتاجها؟" أقول لك: "لا يا عم هتحتاجها، ما أنا هاقول لك إيه هي المصاريف الشخصية دي." المصاريف الشخصية دي أول حاجة هي فكرة الاتصالات والإنترنت. فلازم هتحتاج اتصالات، لازم هتحتاج إنترنت. فهنتكلم مثلًا إن أنت لو هتعمل خط سواء DU أو هتعمل اتصالات، فالاتنين دول يعتبروا في الشهر هيكلفوك في حوالي مثلًا رينج 100، 150 درهم. ده يعتبر في الشهر عشان تقدر تعمل باقة أو تعمل حاجة تستخدمها في الاتصالات بتاعتك وفي الإنترنت. خصوصًا لو أنت جاي سياحة تدوّر على الشغل، لازم هتحتاج ده عشان المكالمات وعشان النت وعشان لو في شركة بتكلمك، لازم هتحتاج تستخدم الخط ده. فهنتكلم في رينج 100، 150. لو هنيجي بقى نتكلم مثلًا كاستخدامات شخصية، حاجة مثلًا باظت عندك، حاجة مثلًا لا قدر الله حصل أي حاجة، احتجت فلوس، الكلام ده كله، فهنقول مثلًا إنك تشيل على جنب كده كل شهر رينج مثلًا 200، 300 درهم، تخلّيهم على جنب عشان لو لا قدر الله حصل أي حاجة، يكون معاك فلوس تقدر إن هي تسندك.
طبعًا بيحصل لك أي حاجة غصبٍ عنك، جيت مثلًا جاي من بلدك، في حاجة نسيت تجيبها معاك، احتجت حاجة هنا، نزلت مثلًا حصل أي ظرف، حصل أي حاجة، ففي حاجات كتيرة أنت هتحتاجها من الفلوس دي. وطبعًا آخر حاجة في المصاريف الشخصية هي تعتبر فلوس الخروجات، الفُسح، لو أنت مثلًا حبيت كده في يوم مثلًا زهقان خلاص مش طايق نفسك، حبيت تنزل تلِف شوية، ممكن إنك مثلًا تقول في رينج في الشهر 100 هنقول مثلًا من 100 ل300 درهم، يعني 100 ل300 درهم لو أنت مثلًا جاي عايز تعمل كده حاجات متوسطة ويعتبر فسحات كده، حاجات كده فُسحات والّا فُسح؟ فُسح متوسطة، هنقول مثلًا إيه، في رينج من 100 ل300 درهم تمام، فدي يعتبر التكلفات عمومًا من أول بقى زي ما قُلنا حوار السكن، وحوار الأكل والشرب، وفكرة المواصلات، وفكرة آخر حاجة فكرة المصاريف الشخصية، دول يعتبروا أهم 4 حاجات واللي فعلًا لازم تكون مفكّر فيهم وتكون حاسبهم كويس جدًا قبل ما تقرّر تيجي دبي، لازم تكون مفكّر أوي في التكلفة دي وحاسبها كويس جدًا قبل ما تقرّر تيجي دبي، وما تنساش تضيف عليهم فلوس الطيران بقى، فلوس الطيران، تشوف تيكت الطيران وتحسبها وتضبّط بقى حساباتك بقى إيه، دي كلّها. كده يعتبر التكلفة بتاعة الشهر كلّه تعتبر تكون خلصت، لو هييجي مثلًا حد كده عايز يحسبها أو نحسبها مع بعض، هنقول مثلًا التكلفة يعتبر في الشهر المتوسط، أقل حاجة في المتوسط هنقول مثلًا هنتكلّم في رينج 1500، 1800 يبدأ إن هو يعلى معاك يوصل معاك بعد كده لغاية 3200 أو 3400 أو 3500 يعني ممكن نقول المتوسط هيبدأ معاك من 1500 لغاية 3000 وإيه و500 على حسب أنت عايز تعيشها إزاي أو هتضبّطها إزاي، بس زي ما قُلت المتوسط ده عشان بس تعرف تعيش حياة مش هاقول حياة كويسة أوي، يعني عشان برضه ما نكدبش على بعض يعني، بس على الأقل تعرف تعيش، على الأقل تعرف تعيش، لإن أقل من كده لو أنت مثلًا جاي عامل حسابك إنك شاكب راكب الشهر كله تصرف مثلًا 800 درهم، 900 درهم في الكلام ده، أحب أقول لك إنك ممكن تعرف تضبّطها، بس هتبقى مخنوق شوية، يعني هاكون صريح معاك هتبقى مخنوق شوية، فأنت بس عشان تبقى إلى حدٍ ما عارف تعيش، خصوصًا يا جماعة إنك هتبقى جاي هنا لوحدك، عايش لوحدك في وسط مجتمع لوحدك، كل الكلام ده لوحدك، ما فيش جنبك لا أهلك ولا أصحابك ولا كل الناس اللي أنت كنت بيهوّنوا عليك، فأنت جاي عايش لوحدك، فلو حاولت تقتصد جامد على نفسك، صدّقني هيبقى الحوار بالنسبة لك صعب. لو عرفت تعمل ده وعرفت تتأقلم على ده طبعًا أكيد يبقى حاجة كويسة يعني. فبس، فدي يعتبر كده النقطة اللي إحنا حبينا نوضّحها، إن هو يعتبر الrange زي ما قُلنا range متوسط في الشهر، سواء أنت بقى جاي سياحة تدوّر على شغل، أو سواء إن أنت جاي أصلًا على شغل وهتعيش هنا وهتقعد فترة هنا في دبي، فهنتكلم إن أقل حاجة من 1800 مثلًا 1500 توصل معاك بعد كده لغاية إيه 3500 أو 3800 كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص، أتمنى إنكم تكونوا استفدتوا حتى لو بجزء بسيط، طبعًا يا جماعة ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب وشير الحاجات دي كلها بتفرق معانا جدًا، 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 كده يعتبر الفيديو بتاعنا خلص، كان معكم محمد خالد والشوفتية.